السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. شحال هادي وانا غابره عليكم ما كنحطش لكم الوصفات الطبيعيه، ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم الا قسم الله غادي نرجع نحط لكم. اذا اول حاجه اخواتي باش تشجعوني نبقى نحط لكم الوصفات بحال هادو، ما تنساوش تشتركوا ليا في القناه وبارطاجيوها ليا، الله يجازيكم بخير، باش تزيد تكبر العائله ديالنا. الله يكبر بكم العزازات. اذا اليوم بغيت نعطيكم واحد الوصفه بالنسبه للنساء اللي فيهم الشيب وبغيتو هذاك الشيب يعطيكم واحد اللون بحال الشكل ديال الذهب، يعطيكم بحال دايرين لي مش طبيعيين بلا ما تمشيو عند الكوافور. وايضا بالنسبه للنساء اللي ما فيهمش الشيب وبغيتو تفتحوا اللون ديال الشعر ديالكم، انا كنأكد عليها، بغيتو تفتحوا اللون ديال الشعر ديالكم غيعطيكم واحد اللون اللي هو غزال بزاف. تبعوا معايا لا فيديو اخواتي بلا ما تزيد نكثر عليكم الهضره. اذا اول حاجه انا غادي نعطيكم الوصفه اللي كندير مؤخرا، حيت انا فيا الشيب الصراحه وكنت كندير الحنه وكيعطيني اللون ديال خيزو. انا ما بغيتش اختي لا لون خيزو لا لون النحاس، وفي نفس الوقت الحنه كتنشف الشعر بالنسبه للناس اللي عندهم الجيكس بحال الجيكس ديالي. اذا غادي نعطيكم الوصفه اخواتي. اول حاجه غادي ناخذ واحد الكاسرونه ندير فيها الماء ونخليه حتى كيطيب مزيان مزيان، يعني حتى كيغلى، وغادي نضيف فيه واحد شويه ديال العكر الفاسي. راه كاين هذا اللي كيلمع، وكاين هذا حتى هو راه فيه واحد شويه د اللمعه، ولكن على حسب عند من انت وزهرك، عند من شريتي. ها انت هذا غير كبيت واحد شويه، ها هو عطاني اللون تبارك الله بسرعه. غادي ناخذ واحد 4 ديال الزغبات ديال هذا الخير، هذا شنو سماه الله، الزعفران الحر. ها نتوما خواتي ديروا شويه ديال الزعفران الحر، واخا قلت لك 4 انت ديري 6 معليش، انت وجودك انت وجيبك. وغادي نضيف عليه 2 معالق ديال الخرقوم البلدي اللي كنديروا للتجميل. راه كاين اللي كيشري الخرقوم البلدي كيعطيوه هذيك الصباغه ديال الصوفه، لا ماشي هذيك. غادي تمشي عند مول العطريه قول ليه طحن ليا الخرقوم البلدي على يدك قدام عينيك وشوفي اشنو كديري، باش غادي يعطيك نتيجه مزيانه. وايضا كتعرفيه واش طبيعي وما فيهش مواد كيماويه. ها انت يا اختي، وغادي تزيدي عليه الزاز. هادو بالنسبه اللي عندهم الجيكس غادي تزيدي الزاز. انت ديري غير 2 معالق كبار على حسب شعرك، الا كان قصير ديري 2، كان طويل كتري، ضاعفي المقادير. انا هنايا في هاد الباطه راه فيها العشوب، وديجا كاين فيها الخرقوم البلدي، فيها الزريعه ديال الكيف، فيها الكتيره، فيها بزاف ديال المسائل طحنتهم هنايا. هادو غير لتقويه الشعر ماشي للصباغه. الخرقوم البلدي هو بوحدو اللي دخلته هنايا للصباغه، اما الشيء الاخر للتقويه ديال الشعر. فيها نيت هاد الزاز، فيها ورق السدر، فيها هذا القشور ديال الرمان حتى هما غتضيفوهم اذا كانوا عندكم وما كان شعركم ناشف تضيفيهم اختي لهاد الوصفه هذه. وغديري البابونج ايضا حتى هو راه كيفتح اللون. المهم هاد المسائل كلها اللي قلت لك اختي العزيزه ضروري غادي تبازي عليها الا بغيتي يعطيك واحد النتيجه اللي هي رائعه. الا ما عندكش هاد العشوب هادو بغيتي غير تصبغي، اكتفي بهاد الوصفه هذه اللي حطيت لك هنايا وسط الكاميله. صافي هنايا اختي غادي تخلطي هاد المسائل هذه مزيان مزيان. انا عندي هنايا الماء طايب غليان. صافي اختي غتخلطي مزيان هاد المسائل وغادي تخليها تطلق مزيان مزيان تقريبا واحد نص ساعه حتى كيبرد هذا الخير هذا. صافي وغادي ديريه للشعر ديالك، وغادي ديري عليه واحد سلوفان وخليه واحد تقريبا واحد ساعتين حتى ل4 سوايع. تقدر ديريه الصباح وتمشي للحمام في العشيه
وديريه 2 مرات في الاسبوع، 2 مرات في الاسبوع الا بغيتي تعطيك نتيجه. راه ماشي غير كنجي كندير اليوم الوصفه وغدا كنجي كنقول لا راه ما عطاتنيش. انا راه اقسم بالله هادشي باللي في شعري دابا راه ولا اللون ديالو بحال انا دايره لي ميش لشعري، يعني داكشي ما بقاش اللون ديالو ابيض ولا اللون ديال لي ميش. يلا شكرا لكم على المتابعه اخواتي العزيزات.